لو انت زي المشهد اللي فات، حابب ان انا اقول لك ما تقلقش، انت مش تعبان او مريض من تشتت الانتباه بالفطره مثلا. انت بتمر بعمليه تعفن الدماغ بسبب السرعه اللي بقت حوالينا طول الوقت ومئات الريلز القصيره، والنتيجه هنا ان دماغك اتحولت لارض راكده ما بتتحملش اي مجهود ذهني تقريبا. المشكله هنا بقى مش في ان الكتاب طويل او ان المحاضره ممله، المشكله الحقيقيه ان عضله التركيز عندك حصل لها ضمور وركود، وبقيت محتاج اسرع نتيجه في اقل وقت. وفي اللحظه دي المخ البشري بيتعرض لعمليه تعفن صامته، زي كده الميه لما بتتركن فتره بتلاقيها راكده جدا، وعقلك لما بيفقد القدره على التركيز العميق بيتحول لمستقبل لطلقات سريعه من الدوبامين، وهنا بيبدا يفقد وظيفته الاساسيه كصانع للقرار. يعني مبروك، مخك بقى محتاج معدل اكبر من المجهود الذهني علشان بس يقرا كتاب، وكمان محتاج يبني روابط عصبيه قويه ديب وورك لمجرد بس انه يقرا محاضره او يكمل بودكاست. وللاسف التكنولوجيا اللي حوالينا بقت مصممه انها تكسر الروابط دي، واللي بتيجي من مشاهده الريلز القصيره شورت فورم كونتنت، واللي بتتسبب في كونتكست سويتشنج او تبديل السياق بسرعه رهيبه بمعدل مرعب. يعني كل مره بتعمل فيها سكرول عقلك بيحاول يفهم سياق جديد في 3 ثواني، وده بيجهد قشره الفص الجبهي المسؤول عن التفكير. هتقولي طب وايه يعني؟ انا بستمتع. بس هنا يا صديقي النتيجه كارثيه جدا، عدم القدره على التفكير العميق. انت بتبقى فاكر انك بترفه عن نفسك او بتتعلم، بس الحقيقه انت هنا بتدرب عقلك على انه ما يقدرش يركز في كتاب او بيزنس بلان اكتر من دقيقتين. وده هو التعفن الحقيقي، انك تملك الادوات بس ما عندكش العقل اللي يديرها. وعلشان تكسر ده وتحمي عقلك من التعفن محتاج تعمل منتال هاردنينج، يعني التقويه الذهنيه، زي قاعده 90 دقيقه. ابدا اول 90 دقيقه في يومك بعمل نشاطات ما يكونش فيها خالص انك تمسك الموبايل. الحاجه الثانيه انك تستهلك بوعي، بطل تخلي الالجوريزم ان هي تختار لك انت تشوف ايه. ابحث انت عن المعلومه العميقه، زي مثلا كتب او محاضرات طويله او معلومات عميقه او تجارب عمليه. النقطه الثالثه التامل والسكوت. عقلك بيحتاج وقت فراغ علشان يهضم المعلومات. الزحمه الرقميه بتمنع عمليه الهضم الذهني، زي كده بالظبط لما بتفضل تاكل سناكس كتير ورا بعض بتلاقي نفسك ممتلئ وانت واكل حاجات خفيفه جدا. وافتكر دايما ان التكنولوجيا للاسف سلاح ذو حدين، يا اما هتكون محرك لنموك يا اما للاسف هتكون قبر العقل. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تسمع اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم، سلام.